بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الجزء السادس من atrial fibrillation from physiological point of view. اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده عن ازاي الاtrial fibrillation بيعمل low cardiac output state، ازاي بيعمل mitral regurg، ازاي بيعمل diastolic dysfunction، وازاي بيعمل thrombus formation، وليه احنا بنستخدم anticoagulants مش antiplatelets. النهارده ان شاء الله برضو عن جزء يعني مهم اكتر شويه بالنسبه للفسيولوجي، هو ازاي الدم بيوصل ليفت اتريوم. اذا كان هو ليفت اتريوم ده دايما في وضع رفرفه او ذبذبه، يعني شبه انقباض بسيط كده، ميني كونتراكشنز، بس هو سريع جدا ومتكرر وريجولار كمان، بريت 400 600 في الدقيقه مثلا ولا حاجه. احنا عارفين المفروض ان الدم بيوصل الفنتركل من الاتريوم في الدايستوري. الدم بقى اللي بيجي الاتريوم ده بيجي ازاي او بيجي امتى؟ الحقيقه الله اعلم ان اغلب الفينوس فلو في البريفري بيبقى فيزيك نون بالسطايل، يعني بيتاثر بالنفس اللي هو ريسبيريشن اكثر من تاثره بالكاردياك سايكل. وده ظاهر وبشده في مثلا في حاجه بتتحسب المرضى عشان تشوف هو المريض ده كونجستد ولا لا، اسمه فيكسس سكور اللي هو فينس اكسس الترا ساوند سكور. هتلاقي فيه ان النورمال ان الرينال فين والبورتال فينز موجودين جوه البارامتر بتاعت الفيكسس سكور، الاثنين في الطبيعي بيبقوا كونتينوس نون بالسطايل فلو. عند الهارت بقى الوضع بيكون مختلف، بيكون بالسطايل بالاضافه لانه فيزيك. يعني ايه؟ يعني برضه بيتاثر بالفنتريكولار سايكل، لان الفنتركل بيجنريت بريشر عالي، تغيرات كبيره وسريعه في الضغط، فبيأثر على السنترال فين زي البلمونري فينز، الهيباتيك فينز، والفينا كافا وهكذا. طيب يعني ايه اللي احنا نستفيده؟ ايه المطلوب برضه؟ يعني المطلوب تعرف ان في الطبيعي في النورمال ساينس ريزم البلمونري فينز بتوصل الدم ليفت اتريوم في اغلب الكاردياك سايكل في بوث السيستولي اند دايستولي. الفيلينج بيقف بس وقت الاتريا كونتراكشن، بسبب ان الاتريا ساعتها بتجنريت هاي بريشر، وممكن يحصل ريفيرس فلو او ريفرسال اوف فلو عكس الاتجاه الطبيعي اللي بيحصل فيه. يعني الدم بيرجع، لو انت في الليفت بيرجع تاني شويه ناحيه البلمونري فينز، ولو انت في الرايت بيرجع تاني شويه ناحيه الفينا كاب. وبالتالي لو جيت حطيت البلس ويف دوبلر في الايكو على البلمونري فينز، هتلاقي ان في الطبيعي في تو ويفز بيمشوا في نفس الاتجاه، ويف تانية بتمشي عكسه. التو ويفز اللي بيمشوا في نفس الاتجاه دي سيستوليك ويف اللي هو اس ويف، ودايستوليك ويف اللي هي دي ويف. والواحده الثانيه اللي بتمشي عكس الاتجاه هي الاي ويف اللي هي الاتريال ريفرسال فلو اللي بتحصل وقت الاتريال كونتراكشن. فهو الجنب ده هو ناحيه الهارت والجنب ده هو ناحيه البلمونري فينز. فاحنا كده استفدنا من هنا ان زي ما هو واضح كده، زي ما قلنا ان الدم بيوصل ليفت اتريوم في اغلب الكاردياك سايكل، السيستول والدايستول مش بيقف غير في وقت الاتريال كونتراكشن، بس كده ده بيحصل ريفرسال فلو. اللي بيحصل بقى في الاتريال فايبريليشن ان الاتريال كونتراكشن بتختفي، ما عندناش اتريال كونتراكشن، ما عندناش اتريال كونتراكشن، وبالتالي بيحصل disappearance of reversed atrial flow. ده اول حاجه، ده رقم واحد، ان مفيش اهو مفيش atrial reversal of flow. تاني حاجه ان لو انت خدت بالك ان هنا ان السيستوليك ويف دي اكبر من الدايستوليك ويف دي، ده لان ريت اوف فلو في السيستول هنا اكتر من الدايستول، لان طبيعي ان ده فنتريكولار سيستولي وده فنتريكولار دايستولي. المفروض ان وقت الفنتريكولار سيستولي الاتريا بيدايستول بيريلاكس عشان ياخد دم اكتر، فهو ده النورمال. الابنورمال بقى اللي بيحصل في الاتريال فايبريليشن ان الليفت اتريال فيلينج بيعتمد اكتر على الفنتريكولار سكشن وقت الريلاكسيشن بتاع الدايستول. وبالتالي لو انت اعتمادك اكتر في الدايستول، يبقى طبيعي ان هتلاقي ان الفيلوسيتي او يعني عموما كميه الدم اللي بتجي لك وقت الدايستول اكتر من السيستول، وبالتالي طبيعي انك تلاقي ان الدايستوليك ويف اكتر من السيستوليك ويف. يبقى دي تاني حاجه ممكن نشوفها في البلمونري فينز في الاتريال فايبريليشن، ان هو الليفت اتريال فيلينج بيشفت اكتر تو دايستول، لان الدايستوليك ويف اكبر من السيستوليك ويف. ثالث حاجه في بعض الاحيان ممكن يحصل ايرلي سيستوليك ريفرسال، يعني السيستوليك ويف دي بدل ما هي دم بينتقل من البلمونري فينز للهارت وقت السيستول، لا بيحصل سيستوليك ريفرسال. السيستوليك ريفرسال ده السيستول ده اللي هو بيحصل فيه وقت الفنتريكولار كونتراكشن. لو البريشر عالي جدا، فالفنتريكولار كونتراكشن ده بيقفل الميترال فالف بسرعه وبيقفله ببريشر عالي، فبيحصل ترانسميشن اوف بريشر من الليفت فنتريكل الميترال فالف ليفت اتريوم بلمونري فينز، فممكن يحصل ريفرسال اوف فلو برضه ايرلي في بدايه السيستول وقت الكلوزر بتاع الميترال فالف. يبقى المحصله ان الدم برضه بيوصل الاتريا عادي، ولكن في اوقات مختلفه عن اللي كان متعود يوصل فيها في النورمال ساينس ريزم، طبعا بيكون ليس افيشنتلي بسبب اختلاف فيلينج بريشرز. المره الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي مريض الاتريال فايبريليشن زي ما بيحس بالبيتيشنز بيكون برضه عنده زياده اليورين برودكشن، او فيما يعرف بالهارت كيدني ريليشن شيب. هذا والله اعلم، الحمد لله.